الراجل ده باع عربيته وخسر كل فلوسه بسبب البورصة، وانا شفته بعيني، ودي قصة حقيقية وهحكيها لك، وهي مش مجرد قصة للتسلية، هي فيها عبر واخطاء. اوعى تفكر ان انت تعملها اللهم بلغت. قبل ما ابدا بس عايز افكرك ان احنا عندنا برامج تعليميه، سواء انت جاي من تحت الصفر ما تعرفش يعني ايه بورصه، او بقالك 20 سنه بس النتائج ايه. في جميع الاحوال هتلاقي رقم واتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه، ابعت لنا. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في البورصه، بدات سنه 2005، وعلى فكره القصه دي كانت سنه 2005 و2006 وهحكيها لكم. هنعلمك تحليل الاسهم وتحليل الاسواق الماليه وتحليل الذهب وتحليل الاسواق بطريقه محترفه. طيب يلا نخش في الموضوع. زمان في سنه 2005 و2006 و2007، انت فاهم ان كان زمان الناس ما بتتداولش على البورصه على الموبايل، الناس كانت بتروح مقر البورصه. يعني انت مثلا تبع شركه وات ايفر، بقى شركه ايه، بتروح في الشركه وبينزلوا لكم شاي، وبتبقى الناس قاعده بتتكلم مع بعض وبتتفرج على الشاشه. فكان في راجل، يعني طبعا ربنا يعوض عليه، انا الصراحه مش فاكر شكله حتى، كل اللي فاكره موقف ما بيروحش من دماغي. الراجل ده بعد ما جلسه خلصت من الجلسات، عارف الجلسه بتخلص في ميعاد معين، بعد ما الجلسه خلصت الراجل ده حاطط ايده كده، وقام حاطط راسه دافنها كده، وفضل دافن راسه. فانا سالت، انا صعبان عليا الراجل شكله الراجل عمل ايه؟ الراجل حط فلوسه كلها في البورصه وقام بايع عربيته، وحط فلوس الاثنين. التوتال كان ساعتها، انا فاكر الرقم كويس جدا مش هنساه، مليون وثمانية ألف. طبعا انت فاهم يعني ايه مليون وثمانية ألف سنة 2005. واخد ليفرج، اخد قرض، فالمبلغ بقى 2 مليون 16. يعني الراجل بقى داخل البورصه ب 2 مليون 16 في 2005. قبل بس ما اكمل عايز اقول لك ان انا عامل لك لسته لسبع اسهم بتوزع كوبونات مرتفعه، وسبع اسهم تانية قويه ماليا. دي لسته ودي لسته، ودي مش دعوه للشراء، بس انا اللسته دي دايما هجمعها لك في الجروب التعليمي اللي موجود في الصفحه الرئيسيه فوق، هتلاقي لينك لجروب تعليمي مجاني. اي لسته بعد كده مهمه هبقى احطها لك في ايه، في الجروب ده، ودي مش دعوه للشراء، اتفقنا؟ طيب طبعا البورصه نزلت بالراجل ده 50%، فخسر ال 50% اللي هم اصلا فلوسه، اللي هم المليون و8 الف، وطبعا لازم يرجع للبنك الفلوس اللي هو سالفها. فالراجل الخلاصه، هو انا مش فاكر صراحه اخر تفصيله، هل طلع مديون، هل طلع ب 8000 جنيه؟ يعني هو الخلاصه هو صفر، هو الراجل طلع بصفر، طلع بقى بصفر، طلع ب 8000 جنيه، طلع اصلا عليه ديون مش فاكر، لكن ده ما يهمكش. اللي يهمك الاتي: رقم واحد، اوعى تحط مبلغ في البورصه فوق قدرتك، انت تحط جزء من ثروتك، مش تلات ارباع فلوسك ولا تحويشه عمرك وتحطها في البورصه مهما كنت محترف. الضغط النفسي بتاع انك بتشوف حاجتك بتتحرك قدامك ده ممكن يخسرك. رقم اتنين، اوعى يا جماعه الليفرج، اوعى تاخد رفعه ماليه. نصيحه، رفعه ماليه دي لو انت مش محترف متود، يعني انا بعتبر نفسي محترف وما باخدش ليفرج، خطر خطر جدا. رقم ثلاثة، هتخش بالفهلوه هتخسر، هتفتكر ان الموضوع ماشي بالحظ هتخسر، هتجرب تسمع اللي هنا الجروبات والاشاعات والكلام، واشتري السهم ده والسهم ده مش عارف يحصل فيه ايه، وتمشي ورا المعلومات المنتثره اللي على الانترنت، اللي طبعا فيها معلومات صح وفيها معلومات غلط بالهبل، والاثنين على بعض، وانت وحظك بقى تطلع الصح متشبك ما بين الغلط، محصلتك الحتميه الخساره. يا جماعه الفلوس ما بتجيش بسهوله وبتروح بسرعه، اللي يقول لك فلوس بتيجي بتروح وتيجي، الكلام ده غلط. الفلوس بتروح بسهوله وبتيجي بصعوبه، عشان تبقى فاهم بس. ففلوسك لازم تحافظ عليها. تحافظ عليها ازاي؟ بالتعليم، اتعلم مظبوط. صوتي اتنبح، عندك رقم واتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه، خد خبرتي بتاعت ال 21 سنه وابدا كمل ورايا. انا اكيد مش احرف واحد في البورصه في العالم، لكن انت خدت 21 سنه هيد ستارت كده، بدات كمل بقى بعديه وتعلم وتبقى ان شاء الله احسن مني كمان.